خدنا يا ولاد، خدنا مكونات الجهاز العصبي، وخدنا ان اول حاجة واهم حاجة في الجهاز العصبي بتاعنا كان مين يا زياد؟ كان المخ. وقلنا المخ ده ماله؟ هو مركز التحكم الرئيسي في الجسم، هو اللي بيتحكم في كل حاجة بنعملها في حياتنا، جاية منين؟ من المخ. طب وظيفته ايه؟ استقبال المعلومة. اي معلومة بتوصل لنا مين اللي بياخدها؟ هو المخ. ايه ايه تاني يا احمد؟ معالجة المعلومات وتفسيرها. يعني هو بياخد المعلومة، طب انا جسمي مش فاهم المعلومة دي، مين اللي هيعالج المعلومة ويفسرها؟ هو المخ. طيب بعد ما يفهم المعلومة، رد الفعل بتاعي، الحاجة اللي انا هعملها، مين مسؤول عنها برضو يا ياسين؟ هو المخ. يبقى اصدار رد الفعل المناسب. طيب خدنا كمان الحبل الشوكي. قلنا ايه هو الحبل الشوكي يا ولاد المرة اللي فاتت؟ قلنا انه مجموعة من الاعصاب يا من مريم الأعصاب تتصل بالمخ. التي تتصل اهي بالمخ. مجموعة أعصاب متوصلة بمين؟ بالمخ. طب بتمر أو بتمشي فين؟ بتمشي جوه العمود الفقري. جوه العمود الفقري، تمام يا ولاد؟ تمام. فاهمين؟ طيب خدنا ايه تاني يا حفصة؟ خدنا وظيفة الحبل الشوكي. قلنا ايه هو وظيفته؟ بيحمل الرسائل يحمل من الرسائل من المخ. المخ اه، هو إلى الدليفري أجزاء بقى الجسم بياخد الرسائل من والعقل. المخ وبيوديها لمين؟ إلى جميع أجزاء لأجزاء الإيه؟ الجسم الجاسم. إلى جميع الجسم أجزاء. والعكس. برافو عليكم، باين عليكم مذاكرين. عشان الصفحة دي آخر صفحة احنا وصلنا ليها المرة اللي فاتت. وخدنا كمان الأعصاب. الأعصاب دي خدناها المرة اللي فاتت، وقلنا ايه هي؟ تعالوا نعمل عليها مراجعة سريعة. عبارة عن تفرعات صغيرة من الحبل صغير. الشوكي. حبل بصوا، الشوكي تفرعات يتفرع إلى صغيرة فروع خارجة اهي. أصغر. يا ولاد مش عايزة زيطة، بس بصوا، التفرعات الصغننة اللي خارجة دي اللي أنا بعلم عليها دي اسمها لا. أعصاب. جاية منين التفرعات دي؟ جاية من الحبل الشوكي يا مس. طيب بتروح فين يا سجا؟ بتتفرع إلى فروع أصغر فأصغر، كل ما تمشي الفروع دي بتبقى صغيرة صغيرة. طب موجودة في مكان معين في الجسم يا مصطفى؟ لا، دي موجودة في كل أجزاء الجسم. يبقى الأعصاب موجودة في كل أجزاء الجسم. طب يا يوسف، احنا خدنا المرة اللي فاتت وظيفة الأعصاب، كانت ايه وظيفتها؟ بتربط أعضاء الحس بالمخ. تربط أعضاء الحس بالإيه؟ بالمخ. مين اللي بيربط الأعضاء بتاعتنا بالمخ؟ هي الأعصاب. بتعمل إيه تاني؟ هي اللي بتاخد الرسائل من المخ والحبل الشوكي إلى أجزاء الجسم والعكس. بتاخد الرسائل من المخ والحبل الشوكي توديها إلى إيه؟ إلى باقي أجزاء الجسم. أجزاء الجسم. تمام؟ تمام. طيب في تمام. ملحوظة مهمة برضو خدناها. قلنا ايه؟ بعض الأعصاب يا ولاد، لو في حد جنبه صوت يقفل المايك عشان ما اقفلش المايكات بس على كله. بيقول لي بعض الأعصاب تتصل بالمخ مباشرة. يعني ايه؟ يعني أي لا تتفرع من الحبل الشوكي. منها مين؟ منها الأعصاب الخاصة بالعينين. قلنا إن العين الأعصاب بتاعتها بتتصل مباشرة بالمخ، مش بتتفرع جوه الحبل الشوكي. يبقى العين بتتصل مباشرة بالإيه؟ بالمخ. تمام؟ تمام. طيب، تمام. ده كده الجزء اللي احنا خلصناه المرة اللي فاتت. تعالوا بقى نبدأ في الجزء الجديد النهاردة. بيقول لي ايه؟ كيفية عمل الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ده بيشتغل ازاي؟ اول حاجة عندنا اعضاء الحس. حد يقول لي ايه هي اعضاء الحس؟ اعضاء الحس دي يا يوسف يعني الحاجات اللي انا بحس بيها. زي ايه؟ الاذن. الاذن دي يا يوسف انا بسمع بيها. زي الايد يا مصطفى، الايد دي بلمس بيها. زي الأنف، زي الأنف يا سجل، الأنف اللي بشم بيها. زي العين يا حفصة، اللي بإيه؟ اللي بشوف بيها. زي اللسان اللي بتذوق بيها مريم. طيب إيه بقى الحاجات دي؟ بيقول لي أعضاء الحس دي بتستقبل المعلومات من البيئة. يعني هي اللي بتاخد المعلومة، تمام، بتحولها إلى إيه بقى؟
بتحولها يا ياسين إلى إشارة أو إلى رسائل. طب بتحولها الرسائل إزاي يعني يا ياسين؟ عن طريق المستقبلات الحسية. هي أعضاء الحس دي جواها مستقبلات حسية، يعني بتحس. يعني لو أنا مسكت الإيد دي حطيتها على حاجة سخنة، إيدي هتتلسع ولا لأ؟ طبعا بس هتتلسع. طيب انا دلوقتي الاذن سمعت صوت عالي قوي قوي قوي، فهلاقي وداني وجعتني وهسد وداني. تمام. يبقى اعضاء الحس جواها ايه؟ جواها مستقبلات حسية يا احمد. طيب كده خدنا أعضاء الحس. طب ما تيجوا نشوف الأعصاب بقى. مالها الأعصاب؟ بيقول لي الأعصاب دي هي اللي بتاخد الإشارات منين؟ الأعصاب يا ولاد بتاخد الإشارات من أعضاء الحس يا زياد، بتاخدها من أعضاء الحس هنا، توديها لمين؟ للمخ. يبقى الأعصاب إيه فايدتها؟ بتاخد الإشارات منين؟ بتاخد الإشارات من أعضاء الحس، توديها لمين؟ توديها للمخ. تمام يا ولاد؟ المخ. تمام. حاجة صعبة؟ لا. طيب لا. بعد ما الأعصاب بتاخد الإشارات أو بتاخد المعلومات من أعضاء الحس توديها للمخ، المخ هيعمل إيه بقى بالإشارات أو بالمعلومات اللي جات له دي؟ بيقول لي بيترجمها. المخ بيترجم الإشارات اللي تم استقبالها، وبيصدر إيه بقى؟ بيصدر رد فعل مناسب لها. بيترجم الإشارات. مثلا انا دلوقتي وصل للمخ معلومة ان الكوباية اللي ايدي لمساها دي، الكوباية دي سخنة قوي 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 قوي، ووصلت المعلومة دي للمخ. المخ هيعمل ايه؟ هيديني رد فعل، هيقول لي شيلي رد ايدك. فعل. هيقول لي شيلي ايدك من على الكوباية عشان الكوباية سخنة. فهو ده رد الفعل. مين اللي اتحكم في رد الفعل بتاعي؟ هو المخ. هو المخ. تمام كده؟ في حاجة صعبة في الجزئية دي؟ لا. تمام. احنا بقى قلنا عن طريق المستقبلات الحسية. طيب تعالوا نعرف ايه هي اصلا المستقبلات الحسية. بيقول لي دي اعصاب متصلة باعضاء الحس مباشرة. يعني انا ايدي، وداني، الانف، اللسان، جواهم اعصاب صغيرة كده متصلة بيهم. في اعصاب صغيرة مسؤولة عن استقبال المعلومة او الحاجة اللي قدامنا. يا ولاد لو في صوت اقفلوا المايك عشان في حد جنبه صوت. طيب. من البيئة وتحويلها إلى إشارات. يبقى بياخد الأصوات أو بياخد عموما، مش الأصوات بس، أي حاجة بيحولها إلى إيه يا ولاد؟ إلى إشارات. تمام. يبقى ده تعريف مين؟ تعريف مستقبلات الحسية. أعصاب متصلة بمين؟ متصلة بمين يا يوسف الأعصاب دي؟ متصلة بأعضاء الحس يا حفصة. ومسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن استقبال المثيرات. حد يقول لي يعني ايه يا مس المثيرات؟ يعني ايه بتستقبل المثيرات؟ المثيرات دي زي ما يعني قلت لكم. المعلومات. اه المعلومات زي ايه؟ زي الكوباية السخنة، زي الاكل مثلا اللي بيبقى فيه شطة كتير قوي فهيضايقني، زي ان في خطر جاي يجري مثلا، زي كلب جاي مثلا يجري عليا في الشارع. اي حاجة بتحصل حوالينا دي اسمها مثيرات. بتاخدها من البيئة او من المكان اللي احنا فيه وبتحولها الى ايه؟ تحولها الى وتحولها اشارات. إلى إشارات. بعد كده الاشارات دي بقى بتروح للمخ. تمام. تعالوا ناخد بقى مثال. زي إذا شممت رائحة البيتزا، كلنا طبعا بنحب البيتزا. بيقول لي إذا شممت رائحة الإيه؟ البيتزا، إيه اللي بيحصل؟ هو أنا هشم الريحة بإيه؟ مش بالأنف. بالأنف. طيب. يبقى المستقبلات الحسية بتاع مين؟ المستقبلات الحسية بتاع الأنف اللي هتشم الريحة. طب بعد ما الأنف شمت الريحة يا يوسف هتعمل إيه؟ تحولها إلى إشارات. هتحولها إلى إشارات يا مصطفى. طب بعد ما حولتها إلى إشارات، الإشارات دي يا ساشا هتروح لمين بقى؟ مين اللي هياخدها؟ الأعصاب. أعصاب. الأعصاب هتاخدها. هتاخدها توديها فين؟ الأعصاب هتاخدها توديها للمخ. يبقى تنقل الأعصاب الموجودة خلف الأنف، لأن أنا بشم بالأنف، هتودي هذه الإشارات إلى مين بقى يا حفصة؟ قلنا المخ. إلى المخ. طيب بعد ما الإشارات راحت للمخ يا مريم، المخ هيعمل إيه؟ بيترجم المخ بيترجم الإشارات. المخ الإشارات.
المخ هيترجم ويصدق الايه؟ فعل هيترجم المناسب له. إشارات. الاشارات. برافو عليكم. طب بعد ما يترجم الاشارات بقى، هيصدر رد الفعل هيصدر المناسب. رد الفعل المناسب له. زي ايه رد الفعل؟ انا دلوقتي لو انا ماشي في الشارع وشميت ريحة بيتزا ولقيت الريحة حلوة قوي، فمخي هيقول لي ايه؟ طب انتي معاكي فلوس، خلاص ادخلي محل البيتزا مثلا اشتري واحدة. فهو ده مثلا رد الفعل. ايا كان بقى ايه هو رد الفعل، اسمها ايه؟ رد الفعل المناسب، يعني الحاجة اللي انا مناسب. هعملها. تمام يا ولاد؟ في حاجة صعبة؟ تمام. لا. 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 متأكدين؟ طيب اه. تعالوا نحل. لا. لا. تمام يا ولاد. طيب تعالوا نحل مع بعض. السؤال الأول يا زياد، اقرأ. صل كل معلومة حسية بالعضو المناسب ليها. رقم واحد يا زياد، اقرأ كده. ضوء قادم من نافذة مفتوحة العينين. ضوء قادم من نافذة مفتوحة، قلت ايه؟ العينان. العينين. برافو عليك، العينان. برافو عليك. طيب رقم اتنين يا أحمد. رائحة. رائحة الأزهار الجميلة هتبقى الأذنين. آه. رائحة الأنف. الأزهار بشمها الأنف. بإيه؟ الأنف. الأنف. برافو عليك. رقم ثلاثة يا ياسين. حرارة قادمة الحرارة. من موقد ساخن. الحرارة القادمة من موقد ساخن، يعني السخونة اللي جاية من البوتاجاز مثلا، الموقد الساخن الجلد. اللي هو البوتاجاز. تبقى ايه بقى؟ مع مين؟ الجلد. علي صوتك. الجلد. برافو عليك، الجلد. لو حطيت ايدي كده هتلسع. برافو عليك يا ياسين، برافو. يلا يا مريم. رقم أربعة. طعم الليمون اللاذع. اه، اللسان. اللسان. برافو عليكي يا مريم. يلا يا حفصة، رقم خمسة. الضوضاء. يا حفصة، يا دكتورة حفصة. طب نعم. يلا يا حفصة، رقم خمسة. الضوضاء الضوضاء. الشديدة القادمة من مكبر الصوت في السيارة. الضوضاء يعني الصوت العالي اللي جاي من الأذنان. يبقى الأذنان. ضوضاء يا ولاد يعني الزيطة، يعني الصوت العالي. برافو عليكي يا حفصة، الأذنان. يلا نكمل. لو في حد مش فاهم حاجة يا ولاد يقول. طب ما تيجوا كده نحل السؤال ده يا سجا. يا سجا. نعم. رقم واحد يا سجا. يتم 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 بل آه، وترجمة. وترجمة المثيرات برافو. التي تصلنا تصل من مين؟ من البيئة عن عن طريق طريق الجهاز ايه يا سجا؟ الجهاز. لأنها قوية ومتينة وتستخدم في رفع الدرجات. الجهاز الايه اللي بيترجم هو مين؟ اللي جواه المخ هو الجهاز الايه يا سجا؟ العصبي. العصبي. برافو عليك، الجهاز العصبي. يلا يا مصطفى، اقرا رقم اتنين كده. عندما. عندما تلمس يدك شوكة في أحد النباتات فإن فإن يدك. يديك اه يعني تبتعد في ايه؟ يعني تبتعد لو انت يا في مصطفى لمست نبات في شوكة، البتاع. نبات شكك في ايدك، ايدك هتشيلها في امتى؟ في اقل من ثانية ولا بأقل من ربع ثانية. ساعة ولا دقيقتين ولا ساعة؟ انت تتوقع ايه يا مصطفى؟ بأقل من ثانية. برافو عليك يا مصطفى، في اقل من ثانية هشيل ايدي. برافو عليك يا مصطفى. طيب يلا نكمل. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي تعمل أجهزة الجسم أنا المخ أكتر مرة يا قاعد يوسف. بسمع كل حاجة.
بتعمل فيه تكامل. عارف يعني ايه في تكامل يا يوسف؟ يعني الأجهزة كلها بتساعد بعض. يعني ماشي. مفيش جهاز يا ولاد بيشتغل لوحده، لا، كل الأجهزة بتساعد بعضها. تمام. ليه؟ للبقاء على قيد الحياة. ده الحيوان. عشان اقدر افضل عايش لازم كل الاجهزه اللي في جسمي تشتغل مع بعض، ما ينفعش يخصموا بعض. بيقول لي يؤدي الجهاز العصبي دورا مهما في هذا التكامل. ازاي بقى؟ هو اللي بينسق بين اجهزه الجسم المختلفه، وخاصه وقت الاستجابه. يعني ايه؟ يعني الجهاز العصبي هو تمام. نعم. هروح أشرب. ماشي بسرعه. بيقول لي الجهاز العصبي ده هو اللي بيساعد الأجهزة التانية إن هي تشتغل مع بعض. تمام. يبقى مين اللي بيقوم بالتنسيق بين أجهزة الجسم؟ هو الجهاز الإيه؟ الجهاز العصبي. تمام. تعالوا نشوف بقى، عندنا حاجة يا يوسف اسمها اليربوع. اليربوع القافز أو اليربوع المصري. إيه هو؟ هو أحد القوارض شبه الفار كده. تنشط ليلا. يعني ايه تنشط ليلا يا ولاد؟ يعني بيظهر بالليل، طول النهار هو مستخبي، بيخرج بالليل بس. ليه؟ للبحث عن الغذاء. يبقى ليه بيطلع بالليل؟ عشان يبحث عن غذائه، مش طالع يتفسح اليربوع، لا، طالع يبحث عن غذائه. تمام. طيب بيقول لي يمتلك اليربوع القافز عددا من التكيفات اللي بتساعده على البقاء في البيئة. اليربوع القافز ماله؟ بيمتلك عدد من التكيفات اللي بتساعده على البقاء في البيئة. يعني ايه؟ احنا خدنا حاجة اسمها التكيف التركيبي وحاجة اسمها التكيف السلوكي. وعشان نبقى متفقين هفكركم تاني. قلنا التركيبي يا ولاد حاجة موجودة في جسمي. بتكسم. اه، انا مش انا اللي عاملها. يعني دلوقتي القلب بتاعي مثلا يا يوسف بينبض، هل انا اللي بخلي قلبي ينبض؟ لا، هو ربنا لا، خلق. أكيد. ربنا خالق قلبي بينبض لوحده، خالق المعدة بتهضم لوحدها، خالق لي ضوافر، خالق لي 5 صوابع. ده اسمه تكيف تركيبي. انما التكيف السلوكي حاجة انا بعملها. حاجة أنا اللي بعملها، يعني جريت كده، هربت كده، استخبيت في المكان الفلاني، ده اسمه تكيف سلوكي. تمام. في والله حاجة اللي صعبة بعمل. لحد كده؟ لا. يلا يلا نكمل يا ولاد. التكيفات التركيبية. ما هي التكيفات التركيبية بقى؟ زي ايه؟ الأذن الكبيرة الحساسة، عنده ودان كبيرة. شايفين ودانه شكلها عامل ازاي في الصورة؟ ودانه ايه؟ كبيرة اهي. طب ودانه كبيرة ليه؟ لسماع أصوات حركة الحيوانات. هو لو ودانه صغيرة مش هيسمع كويس. مش احنا قلنا اليربوع ده بيطلع بالليل؟ طب يا مس هو خرج بالليل، طب ما بالليل ممكن يبقى مكان ما فيهوش نور، تبقى الدنيا ضلمة، هيشوف ازاي الحيوان اللي جنبه؟ هقول لكم مش ممكن ما يشوفوش، لكن هيسمع صوته كويس قوي، فهيعرف يحدد مكانه. ليه؟ لأن ودان اليربوع كبيرة، بيسمع كويس قوي. يبقى التكيف التركيبي زي ايه؟ الأذن الكبيرة. ليه؟ لسماع أصوات حركة الحيوانات المفترسة زي الثعابين. لو هو جنبه تعبان هيهجم عليه أو هيفترسه، هيعرف يهرب منه. هيهرب منه ازاي؟ لأنه ودانه كبيرة، هيسمع صوت التعبان فهيهرب. تمام. حتى لو كانت ضعيفة، يعني حتى لو صوت التعبان ده صغير، لو صوته ضعيف أو على مسافة بعيدة أو موجود بعيد عنه، برضه هيسمع صوته. يبقى دي أول حاجة في التكيفات الإيه؟ التركيبية. طيب رقم 2، الأرجل، الرجل بتاعته. مالها رجله؟ رجله الخلفية، رجلين اللي ورا دي يا ولاد بتكون طويلة. ليه رجليه طويلة؟ للقفز لمسافات طويلة، عشان يقدر ينط مسافة كبيرة من هنا يروح هنا مثلا، عشان يقفز مسافات ايه؟ للقفز مسافات طويلة. تمام. تمام. تمام.
بعد كده في ايه تاني؟ الشعر الموجود على قدميه او اصابعه. الصوابع بتاعته يا ولاد حواليها شعر. ليه؟ ليساعده على الامساك بالرمال اثناء القفز. حواليه شعر. فالاشواك دي او الرمال دي الشعر ده بيمسك فيها، فهتساعده ان هو ما يقعش وهو بيجري. لا، الشعر بيمسك في الرملة اللي بيجري عليها، فهتخليه ما يقعش وهو بيجري، يبقى ليساعده على الامساك بالرمال اثناء الايه، اثناء خالص. فيهرب بسرعة من الخطر. تمام يا حبايبي؟ يبقى دي تمام. 3 حاجات من التكيف الايه، 3 حاجات من التكيفات التركيبية. نقولهم تاني: الودان الكبيرة او الاذن الكبيرة اللي والرجل. بتساعده ان هو يسمع صوت الحيوانات اللي حواليه. رقم 2 الشعر. الارجل او السيقان الطويلة. رقم 3 ايه؟ الشعر الشعر. الموجود على قدميه او اصابعه. تمام. يلا نكمل. بعد كده عندنا التكيفات السلوكية. ايه هي التكيفات السلوكية؟ ايه هي التكيفات السلوكية؟ حاجة هو بيعملها. اللي هو اه، بيعملها. حاجة هو السلوكية بيعملها. حاجة هو بيعملها. زي واحد رقم ايه؟ القفز في مسارات متعرجة. يعني بيقفز مرة فوق مرة تحت، مرة فوق مرة تحت، بيقفز متعرج. هو دي حاجة هو اللي عملها. طب ليه بيقفز متعرج؟ للهروب بسرعة من الخطر، عشان يهرب من الخطر يا سجا. طيب، رقم 2 ايه تاني في التكيف السلوكي اللي هو بيعمله؟ الاختباء في الجحور نهارا والنشاط ليلا. بيستخبى في الجحر بتاعه بالليل وبيخرج بالنهار. ليه بيستخبى، قصدي ليه بيستخبى بالنهار ويخرج بالليل؟ لان بالنهار في شمس، والشمس حر قوي 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 قوي، واليربوع ده من النوع اللي مش بيستحمل الحرارة، فبيستخبى بالنهار. زي ما احنا كده بالنهار بنقعد في البيت عشان الحرارة، ولو خرجنا اتفسحنا بنخرج بالليل عشان بيبقى الجو كويس. نفس الكلام اليربوع بيستخبى بالنهار. ليه يا ولاد؟ للحماية من ايه؟ للحماية من أشعة الشمس نهارا. طب بيخرج بالليل ليه؟ للبحث عن الغذاء ليلا. تمام يا حبايبي؟ في أي حاجة صعبة في الجزئية دي نعيدها؟ لا. لا. بجد؟ يا مس. نعم. يا مس. لا، ممكن تعيدي عشان ما كنتش كنت بعمل، كنت بشرب أعيد أنهي جزء بقى؟ الجزء أكيد. دوت بس. انت كل ده بتشربي يا حفصة؟ بصي يا حفصة هقولهولك سريعا وانت برضو اسمعيه في الحصة المسجلة. قلنا التكيف التركيبي يا حفصة حاجة ربنا خالقها. زي ايه يا حفصة؟ الأذن الكبيرة اللي في اليربوع كبير. بتخليه يسمع الحيوانات اللي حواليه كويس. قلنا زي الأرجل، لو بصيتي في الصورة هتلاقي إن رجليه طويلة. ليه؟ عشان يقدر ينط أو يقفز لمسافة كبيرة، عشان يهرب من الناس اللي جاية تفترسه أو الحيوانات اللي جاية تفترسه. قلنا إيه تاني؟ الشعر. فيه شعر في صوابعه وفي قدمه. ليه؟ عشان الشعر ده يمسك في الرمال يا ولاد اللي بينط عليها، فيخلي اليربوع يعرف يقفز ما يقعش. تمام. وخدنا التكيف السلوكي، يعني حاجة اليربوع هو بيعملها يا حفصة. قلنا أول حاجة القفز في مسافات متعرجة. بيقعد بينط ازاي؟ بينط فوق وتحت فوق وتحت، يقفز فوق وتحت. فبيقعد يقفز فوق وتحت ليه؟ للهروب بسرعة من الخطر. رقم 2 في التكيفات السلوكية قلنا الاختباء من مين؟ الاختباء في الجحور نهارا. بيستخبى بالنهار ليه؟ عشان الجو حر. وبيخرج بالليل عشان يدور على الغذاء. يبقى للحماية من أشعة الشمس في النهار، وللبحث عن الغذاء ليلا في الليل. تمام يا ولاد؟ تمام تمام. يا ولاد. بيقول لي علل. يستطيع اليربوع الإمساك بالرمال أثناء القفز. ليه؟ بسبب الشعر اللي موجود ايه قلنا؟ على فقدناه. قدميه وأصابعه. يبقى ليه بيعرف يمسك في الرملة؟ عشان الشعر الموجود على القدم وعلى الأصابع. طيب يلا نكمل ثانية واحدة. استجابة اليربوع للخطر. ما تيجوا نشوف كده اليربوع لما بيحس بخطر بيعمل ايه. بيقول لي تعتمد استجابة الكائنات الحية عموما بقى، مش اليربوع بس، على تكامل الحواس.
على حسب بقى الأذن والأنف الحواس بتاعتها عاملة ازاي، وعلى حسب تركيب الجسم بتاعها مع الجهاز العصبي. تمام. زي مين يا ولاد؟ عندنا بيقول لي عندما عارفين صوت التعبان؟ بيقول لي عندما يصدر الثعبان صوتا أثناء الحركة بتاعته. مين اللي بيسمع بقى صوت التعبان؟ هو مين؟ هو مين يا ولاد؟ اليربوع. اليربوع. بيسمعوا ليه؟ لأنه عنده حاسة اليربوع. السمع حادة. حاسة السمع حادة يعني حاسة السمع عنده قوية قوي، فبيسمعوا. وساقاه، يعني هو سمع خلاص الصوت بقى. مين اللي هتشتغل؟ ساقاه القافزتان. ساقاه دي اللي هما رجليه يعني، هيشتغلوا. فهيخليه ايه؟ يهرب. يبقى هو اول حاجة سمع بودانه، سمع بودانه التعبان، وبعد كده رجليه اشتغلت فقفز وهرب بعيد عن التعبان. يبقى شايفين كم حاجة اشتغلت؟ رجله اشتغلت وايه، وودانه اشتغلت. طيب تعالوا نشوف كده التقسيمة بقى بتاع الكلام اللي انا قلته ده. اول حاجة الاذن. قلنا مالها الاذن يا زياد انت واحمد؟ تستشعر المستقبلات الحسية بالاذن. سمع خلاص الصوت بالاذن. طيب بعد يا زياد انت واحمد ما الودان سمعت الصوت، هتبعت الرسالة لمين؟ صوت. ماشي. هتبعتها إلى الأعصاب. يبقى الأعصاب يا ياسين انت ومريم خدت الرسالة من الأذن. طب الأعصاب هتحتفظ بيها لنفسها ولا هتوديها لمين؟ المخ. برافو عليكم. يبقى يا حفصة انت وسجا، الأعصاب هتاخد الرسالة اهي تستقبل الإشارات، بس نقلتها لمين بقى؟ للمخ. طب ليه نقلتها للمخ يا مصطفى؟ علشان المخ يعالج الرسالة ويترجمها. تمام. طيب بعد ما الأعصاب نقلت الرسالة للمخ يا يوسف، ايه اللي حصل بقى؟ المخ عمل ايه؟ ترجم الإشارة ويصدر رد فعل، يا ايه، بتنبيه الساقين. يعني المخ بقى خلاص ترجم الكلام اللي جاله، وراح باعت رسالة لمين؟ للرجلين بتوع اليربوع، وقال له بص بقى، انت يا رجلين اشتغلي واقفزي جامد عشان تهربي من التعبان. يبقى المخ خد الرسالة ترجمها، وبعد كده يا يوسف يصدر ايه؟ رد فعل. ونبه مين بقى؟ نبه الساقين او الرجلين بتاع اليربوع، قال لها ايه؟ تتحرك وتقفز. تمام يا ولاد؟ تمام. في اي حاجة صعبة لحد تمام. كده؟ لا. لا. تمام. بيقول لي لا. ايه بقى؟ بيقول لي تحدث عملية استجابة اليربوع للخطر في اقل من ايه؟ في اقل من ثانية واحدة. ثانية واحدة. يعني عارفين كل الرغي اللي احنا عمالين نقوله، ان اليربوع يسمع الصوت، بعد كده الاذن تاخد الصوت ده توديه للاعصاب، والاعصاب توديها للمخ، والمخ يترجم. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده مش بياخد ثانية، ده في ثانية على طول كل الكلام ده بيحصل. انما مش بياخد وقت، لو خد وقت كان زمان التعبان كله. يبقى كل اللي احنا بنشرحه ده مش بياخد ثانية واحدة، في ثانية على طول بيكون كل ده حصل. طب الزمن او الوقت اللي اليربوع خده علشان يهرب اسمه زمن الايه بقى؟ اسمه زمن الاستجابة. الاستجابة. يبقى الوقت او الزمن اللي هو اقل من ثانية ده اسمه زمن ايه يا ولاد؟ الاستجابة. زمن الاستجابة. برافو عليكم. يبقى ايه هو زمن الاستجابة؟ لما اجي اقول لحد فيكم عرف لي زمن الاستجابة، هتقولوا ايه؟ هو الوقت الذي يستغرقه مين؟ الكائن الحي. أي. اي كائن بقى، مش شرط اليربوع، اي كائن موجود. طيب الوقت اللي بياخده الكائن الحي للاستجابة لمين؟ للمثيرات التي تصل من البيئة، يعني عشان يشوف ايه اللي حصل حواليه. زي ايه بقى؟ زي الاستجابة للخطر، زي ما قلنا التعبان كده اللي جاي يهجم على اليربوع، دي اسمها استجابة للخطر. عرفتوا ايه هو زمن الاستجابة؟ اه. تمام. طيب تعالوا نعرف بقى، احنا عرفنا استجابة اليربوع للخطر لما بيلاقي تعبان بيهرب منه. طب عارفين الإنسان برضو لما بيلاقي خطر، ايه يا ترى وجه التشابه بيننا احنا، بين الإنسان وبين اليربوع لما بنلاقي خطر؟ ايه احنا بنتشابه في ايه مع اليربوع؟ أول حاجة إن إحنا سواء إحنا أو اليربوع بنعتمد على الحواس لاستشعار الخطر. يعني بنعتمد على الحواس بتاعتنا. زي ما قلت لكم، احنا بعد الشر، بعد الشر، اليربوع سمع صوت التعبان. احنا لو في كلب مثلا
وعايزين نعرف ان في خطر او في كلب هنا ممكن يجري علينا، بنسمع صوت الكلب بالايه؟ بالاذن، صح؟ بالودان بتاعتنا. صح. يبقى احنا شبه اليربوع في ان اليربوع صح. برضو بيسمع الخطر بتاعه بودانه، فاحنا برضو بنسمع الخطر بالودان، بنسمعه بالحواس يعني عموما، سواء ودان او غير ودان. طيب، احنا مين اللي بينقل الاشارة للمخ؟ مش الاعصاب بتاعتنا؟ آه. آه. تمام. طب اليربوع برضو مين اللي بينقل الاشارة بتاعته للمخ؟ برضو الاعصاب. الأعصاب. فاحنا شبه اليربوع في ايه برضو؟ في الاعصاب اللي بتنقل الاشارة للمخ. وشبهه في ايه؟ في ان المخ بتاعنا او المخ بتاع اليربوع بيعالج المعلومات وبيصدر رد الفعل. زي ايه بقى؟ زي الهروب او الابتعاد عن الخطر. عرفتوا احنا بنتشابه مع اليربوع في ايه؟ في ان احنا الاتنين، احنا واليربوع، بنعتمد على ايه يا حبايبي؟ على الحواس لاستشعار الخطر، وعلى الأعصاب التي تنقل المعلومات للمخ، وبالمخ اللي بيترجم المعلومات. تمام؟ عرفتوا أوجه التشابه بيننا وبين اليربوع؟ اه. تمام. طيب يلا، يلا نحل الثلاث أسئلة دول. المرة اللي فاتت آخر حد وقفنا عنده مصطفى. يلا يا يوسف، يلا نقرا السؤال الأول مع بعض يا يوسف. يا يوسف سامعني؟ اه. يلا اقرا كده. ينصت ينسق الجهاز العصبي بين أجهزة الجسم المختلفة. عند عامل. الاستجابة للخطر. صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو عليك. اللي بينسق بين الأجهزة هو الجهاز العصبي. برافو عليك يا يوسف. يلا يا زياد رقم 2. الأرجل الخلفية للربوع المصري تمكنه من القفز لمسافات طويلة. صح. صح، برافو عليك يا زياد. يلا يا أحمد رقم 3. القفز القفز في مسارات متعرجة متعرجة من التكيف التركيبي لليربوع. للربوع المصري. صح. غلط. ركز ركز. غلط. هي الأرجل، لو قالك الرجل الخلفية الطويلة كنا هنقول له تركيبي، لأن الرجل دي ربنا خالقها. إنما القفز في مسارات متعرجة ده تكيف إيه يا أحمد؟ سلوك. سلوكي. برافو عليك يا أحمد. يعني الإجابة هتبقى إيه؟ غلط. برافو عليك يا دكتور أحمد، برافو عليك. إيه الصفحة دي بقى يا ولاد؟ هتبقى واجب دي. تمام. ماشي. واللي معاه كتاب تاني غير كتاب سلاح التلميذ برضو، احنا وقفنا لحد اليربوع، يجيب الجزء بتاع اليربوع ويحل الأسئلة اللي عليه ويبعتها لي. اقفلوا بقى عشان الزوم هيقفل. اقفلوا وادخلوا تاني نحل بقى شوية أسئلة من بتاع المرة اللي فاتت. بس ادخلوا تاني من نفس اللينك دلوقتي، ما تأخروش. تمام. يلا سلام. اللينك يا مس من نفس اه اللينك. نفس اللينك، نفس اللينك دلوقتي ادخلوا.